هذا الفيديو عن سعادتك وازاي تكون مبسوط. ازاي حضرتك تكون مبسوط في الحياة. بحثك المستمر على الشيء المسمى بالسعادة بتفقد معاني كتير. أكيد عمرك حسيت إن أنت كنت مبسوط قبل ما تمسك الموبايل، أو كنت مبسوط قبل ما تدخل الانستجرام، أو كنت سعيد قبل ما تدخل التيك توك. بعد ما بتدخل وتتصفح فتلاقي إن السعادة قلت وإن أنت مش راضي عن نفسك، وده منطقي عشان أنت شفت حاجات not related to you. فالسؤال هنا، هل السعادة ثابتة؟ يعني شيء نقدر نحصل عليه مرة ثم بعد كده يجي بالتتابع، ان انت اخدت سعادة مثلا يوم الاثنين هتكمل معاك للخميس. فمنطقيا السعادة مش ثابتة. بس السؤال الاكبر، ما هو اصلا السعادة؟ ويجب اصلا البني ادم يسعى للسعادة؟ وهل السعادة هدف ينفع انت تحطه؟ طب لو نفترض ان السعادة هدف، يعني يجي متابع يقول والله انا عايز اعيش سعيدة مهم، فيا عم عيش سعيد. بس هنا السؤال، ما هي اصلا موانع السعادة؟ ايه الحاجات اللي انت لو توقفت عنها السعادة هتبقى بين ايديك؟ يكون الانسان سعيد حتى يبدأ في البحث على السعادة. في هذا الفيديو هنتكلم على فلاسفة من 2000 سنة حطوا مبحث السعادة ده عشان يفهموا هو ماشي ازاي وما معنى السعادة. خلينا نخش في الموضوع على طول ونقول ان الوهم المتفق عليه من الفلاسفة ومن علم النفس ومن كل أي حد بيفكر وأي حد مفكر هو وهم اللذة المستمر أو اللذة المتوقعة. دايما البني آدم مشكلته الأولى لما بيجي يبتدي ينضج بتبقى مشكلة الحقيقية مش في الواقع كما هو، مش في شغله زي ما هو فاكر، أو في حياته بنت سابته وبنت ارتبطت بيه في العالم، ولكن بنسبة كبيرة بتبقى مشكلة توقعاته. يبقى البني آدم أول حاجة بيواجهها فلسفيا هي توقعاته على العالم، ما المطلوب من العالم إن هو يأديه عشان يكون سعيد، توقعاته عن الفلوس، مفهومه على معنى السعادة. فأول مانع للسعادة لو أنت عايز تختصر الطريق هي وهم اللذة المستمرة. عمرك حسيت إن أنت حياتك كويسة لحد ما فتحت انستجرام؟ يعني حياتك كده لحد يوم الاثنين الساعة 1 رحت ماسك موبايل 1:05 بقيت تتشتت في حاجات سفر، 1:10 بقيت تشوف نماذج لناس عايشة أحسن، الساعة 1:30 هتلاقي حد بيتكلم على مشكلة نفسية. عمرك حسيت إن أنت قبل السوشيال ميديا كنت سعيد أكتر؟ وأنا عشان شخص جربت جزء ما في طفولتي، مش سنة ما، كانت الحياة فعلا أسعد. ليه؟ لأن بيتم التعرض لأشياء أقل، لأن أنت في يومك الطبيعي من غير سوشيال ميديا مش هتعرف أخبار الست جارتكم، مش هتعرف إن إيران بتضرب الدولة الفلانية، ومش هتعرف حاجات كتير على العالم. ففكرة إن البني آدم مفهوم السعادة بيتحدد على معرفته، هو عارف إيه. وهنا يجي للوهم التاني وهو وهم المقارنة. وهم المقارنة الواعية وغير واعية. في ناس بتحارب قوي حتة أنا ما بقارنش نفسي بحد، أنا عمري ما قارن نفسي بحد. فلو قابلت حد كده أقول له أنت كذاب، لأن كل الناس عندها نوع بالمقارنة الواعية والمقارنة اللا واعية، لأن هو في مجتمع غصب عنه. لو إحنا قاعدين 2 وأنا جبت لحد قدمت له مثلا شيء جيد، برفان غالي جدا، والشخص التاني قدمت له أكل بسيط جدا، منول كده الشخص اللي أخد أكل بسيط هيتضايق، رغم إنه هو بيدعي إنه هو ما بيحبش المقارنة، لأن هو ربط مفهوم حبي ليه بالشيء اللي أعطيته. فده يبين قد إيه إن السعادة بتاعت البشر معقدة غير سعادة الحيوانات، اللي هو سعادة الحيوانات أحيانا في الافتراس وأحيانا في تغذية الرضع بتاعتها وبس واتعشت، يعني مش مدخل نفسه في مفاهيم بقى إن الأسد اللي جنبي مقارنة، لا، هو
موجود لصراع للبقاء. يبقى هنا أول شيء يعني يقولوا the comparison the joy the thief of joy، يعني المقارنة هي لص الفرحة ولص المتعة. فتاني حاجة من موانع السعادة اللي بتخليك بشكل أو بآخر إن أنت بتقارن نفسك. في جراف كده قريته في كتاب قلق السعي على المكانة، كان جايب جراف ما بين امتلاك الشيء وبعد امتلاك الشيء، وكان الجراف ده بسيط جدا، بيقول إن الناس بتشعر بالسعادة عند امتلاك قبل امتلاك الشيء وعند امتلاك الشيء، ولكن جراف السعادة ده بيقل ما بيزيدش. فتوقع الناس هو بيبقى ان الجراف عندما يمتلك الشيء ثم يمتلك الشيء، توقع الناس ان هو يكمل بسعادة. ده المثال اللي انا قلته، انت لو تم اسعادك يوم الاثنين هل تتوقع ان السعادة دي هتكمل معاك ليوم الخميس؟ ما جاوبتش. لكن لو عايز تجاوب هقول لك ان مش هيبقى نفس اللذة بتاعت يوم امتلاك الشيء. يعني انت هندي مثال شخص شاب قعد 6 سنين يحلم بامتلاك نوع عربية معينة أو امتلاك حياة معينة، وأول ما بتيجي العربية فعلا بيبقى مبسوط شهر شهرين 3، ثم بعد كده ينسى التابلو وينسى الجنود 17 وينسى التفاصيل دي ويبدأ يهتم بمشاكله. ودي الحقيقة الواقعية المنطقية، إن أي بني آدم بيحتاج شيء بيهتم بيه أول ما يجي، ويبقى فرحته بيه زي ما بيقولوا الدنيا ما تساهوش يعني في البداية. ولكن جراف السعادة بيقل، ودي مش مشكلة، لا دي حاجة منطقية، لأن أنت لو الجراف السعادة فضل على طول مش هتحقق شيء آخر. لأن أنت لو الحاجة بتمتلكها مرة واحدة وتعيش سعيد بقى طول حياتك، فكان الحرب هتبقى أكبر على إن كله يمتلك سر السعادة، سواء بقى سر السعادة في موبايل، سر السعادة في أكلة غالية، سر السعادة في مكان معين يروحوا. فالناس بتكتشف بعد تجارب كتير إن لا يوجد شيء نقدر نلخصه ونقول أهو هو ده السعادة، اتفضل حاول تشتريها. فالناس الجاهلة بتقع في غلطة إن السعادة تكمن في شيء، إن السعادة تكمن في امتلاك عربية معينة أو في امتلاك لبس معين. وده مش معناه ان انت ما تجريش للحاجات المادية، ولكن قبل ما تجري او انت بتجري تبقى فاهم ان مستوى السعادة بيزيد وبيقل بناء على رغباتك وتوقعاتك وبناء على الواقع اللي هيحصل. لان انت